كلنا بنحب قوي هدوء آخر الليل، سواء بنخلص فيه شغل متأخر أو بنتفرج على مسلسل أو حتى بنقلب في الموبايل. بنحس كده إن وقتنا الخاص. بس هل عمرنا سألنا نفسنا إيه التمن الخفي اللي ممكن نكون بندفعه قصاد الساعات دي؟ الموضوع طلع أعمق بكتير من مجرد عادة شخصية. يعني هل السهر ده مجرد عادة شخصية وخلاص؟ هل أسوأ حاجة ممكن تحصل هي إن الواحد يصحى تاني يوم تعبان شوية ومحتاج كوباية قهوة زيادة؟ أغلبنا للأسف بيعتقد كده، لكن الحقيقة مختلفة تماماً. لا، الحقيقة أخطر وأعمق من كده بكتير. قلة النوم والسهر مش مجرد تغيير في مواعيد اليوم، ده بيعمل خلل مباشر في السيستم اللي المخ والجسم كله شغالين بيه. طيب عشان نفهم بالظبط خطورة السهر محتاجين الأول نعرف هو إيه بيحصل أصلاً وإحنا نايمين. النوم ده مش فترة بنفصل فيها وخلاص، لا، دي عملية حيوية جداً، عاملة زي شيفت ليلي أساسي الجسم ما يقدرش يستغنى عنه. النوم بالظبط عامل زي لما الواحد بياخد عربيته ويوديها مركز صيانة معتمد. ده الوقت اللي الجسم والمخ بيعملوا فيه صيانة شاملة وتصليح وتنظيم لكل شيء حصل طول اليوم. من غير الصيانة الدورية هذه كل شيء بتبدأ تضرب واحدة واحدة. تخيلوا كده إن الجسم كل ليلة بيبقى عنده قائمة مهام لازم يخلصها. أول حاجة المخ بينظف نفسه من كل السموم اللي اتجمعت فيه طول اليوم. تاني حاجة المعلومات المهمة اللي اتعلمناها بتتحول لذاكرة طويلة المدى. تالت حاجة الخلايا اللي اتضررت في كل حتة في الجسم بتتعالج وتتصلح. وآخر حاجة الهرمونات الحيوية بتعمل لها إعادة ضبط وتوازن. كل ده بيحصل وإحنا نايمين. طيب، سؤال مهم، هل لو الواحد نام بالنهار ده يعوض نوم الليل؟ الإجابة قاطعة لأ. والسبب فيه هرمون اسمه الميلاتونين. الضلمة بالليل بتحفز إفرازه عشان الجسم يدخل في نوم عميق ومريح، لكن نور النهار بيوقف إفرازه تقريباً، فبيخلي النوم خفيف ومتقطع، والجسم عمره ما بيوصل لمراحل الراحة الحقيقية. وهنا بقى بتيجي مقولة عبقرية بتلخص كل ده: الجسد نام، نعم، لكن العقل لم يسترح. ده بالظبط اللي بيحصل. اللي بينام بالنهار ممكن ينام ساعات وساعات ويصحى برضه حاسس إنه مرهق. ليه؟ عشان عقله عمره ما دخل في مرحلة الصيانة العميقة والأساسية دي. طيب تمام، إيه بقى اللي بيحصل لما الواحد بيحرم نفسه من الشفت الليلي المهم ده؟ أول وأكبر متضرر للأسف هو المخ. خلينا نشوف التكلفة العقلية والعاطفية للسهر. السهر بيضرب قدراتنا العقلية في مقتل. القدرة على التركيز وتحقيق الأهداف بتقل، الذاكرة واستيعاب المعلومات بيضعفوا، والواحد بيلاقي نفسه عصبي أو قلقان أكتر. والأخطر إن الموضوع مش مؤقت، لأ، على المدى الطويل ده بيعلي جدا خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق. نيجي بقى للمشاعر. قلة النوم بتخلي الواحد حساس زيادة عن اللزوم وصبره قليل جدا. يلاقي نفسه بينفعل بسرعة أو بيحس بالحزن لأتفه الأسباب. كل ده لأن السهر بيضرب المنطقة المسؤولة عن ضبط المشاعر في المخ، فبتبقى ردود الأفعال دايما مبالغ فيها. والمشكلة إن الضرر مش بيقف عند المخ وبس، لأ، ده الجسم كله هو اللي بيدفع الثمن. السهر بيعمل إجهاد رهيب على القلب وبيرفع ضغط الدم، بيضعف جهاز المناعة، فتلاقي الواحد بيعيا من أقل حاجة. والحتة اللي ناس كتير مش بتاخد بالها منها، بيلخبط هرمونات الجوع والشبع، فتلاقي نفسك طول الوقت عايز تاكل حاجات مش صحية، ومع الوقت الوزن بيزيد. بعد كل الكلام ده ممكن حد يحس إن المشكلة كبيرة ومعقدة، لكن الخبر الحلو إن الحل أبسط بكتير مما نتخيل. استعادة التوازن ده ممكنة، وبقرار بسيط وتغيير قوي. أجمل حاجة في الموضوع ده كله إن كل التأثيرات السلبية دي ممكن تتصلح، والموضوع مش محتاج أدوية ولا حاجة، هو بس محتاج قرار واضح وشوية تنظيم لليوم. ودي خطة عمل بسيطة جدا عشان نرجع نومنا لمساره الصحيح. أول حاجة نثبت ميعاد للنوم والصحيان، ودي أهم حاجة حتى في الويكند. تاني حاجة نوقف استخدام الموبايلات والشاشات قبل النوم بساعة كاملة على الأقل. تالت حاجة بالليل نستبدل الإضاءة البيضاء القوية بإضاءة هادية ودافية. وأخيراً الهدف يكون من 6 ل 8 ساعات نوم متواصل كل ليلة. دي مش رفاهية، دي جرعة العلاج الأساسية للجسم. مع الوقت ومع الالتزام بالخطوات دي التغيير هيبان، الذهن هيبدأ يبقى أصفى، المزاج أهدى وأكتر استقرار، وهنبدأ نحس لأول مرة من فترة طويلة يعني إيه راحة حقيقية بعد كل ليلة نوم. وفي الآخر لازم كلنا نفتكر المقولة دي كويس قوي: السهر مش بيصنع إنجاز، وقلة النوم مش بتدل على القوة، هي مجرد عملية سرقة بطيئة لطاقتنا وقدراتنا من غير ما نحس. فالسؤال اللي محتاجين كلنا نسأله لنفسنا في آخر الشرح ده هو: بعد كل اللي عرفناه ده، إزاي هنختار نحترم نومنا الليلة؟